تعالوا النهارده بقى اوريكم حاجات حلوه جدا جدا في الوكاله. عايزه اقول لكم اي حد بصور عنده يا بنات هتلاقوا رقم تليفونه في اول تعليق. تمام، انا رحت الوكاله من ناحيه الكورنيش النهارده يوم الاحد. عايزه اقول لكم النضارات حلوه جدا زي ما انتم شايفين، وعندها ساعات دايما بصور عندها. اسعار النضارات من 65 ل 120 جنيه. اسمها ام يوسف، وسايبه لكم برضو رقم تليفونها في اول تعليق كله. في ناحيه في الوكاله من ناحيه الكورنيش هتلاقوا كمان رقمها في اول تعليق، ووصف العنوان بقى ايه اللي هيدخلك على العالم ده كله في اخر الفيديو. لو عايزين تفاصيل زياده اكتبوا لي في التعليقات. نظارات حلوه جدا اهي زي ما انتم شايفين، سعرها من 65 ل 120 جنيه. الوكاله يوم الاحد بصراحه زحمه جدا جدا. هو سوق لو انت عايزه تشتري حاجه بقى بتأني وبراحتك. بصوا النضاره دي بتفكرني بمسلسل كده، كان بيقول له طب عايز حاجه قبل ما ادخل، يقوم قافل النضاره. دي بقى نضاره اطفال، شكلها لطيف جدا. لو انت عايزه تشتري حاجه بقى وبراحتك خالص خالص خالص، ما تروحيش يوم الاحد بصراحه، يعني اشتري اللي انت عايزاه، بلوزه بقى بنطلون وبتأني كده، ما تروحيش يوم الاحد. الساعات اسعارها حلوه جدا برضو، الساعه من 120 ل 350. تمام، فما تروحوش يوم الاحد، روحوا اي يوم تاني. الوكاله كل يوم، مفيش يوم معين تروحوا فيه بصراحه، يعني اللي اكتشفته لان انت لو رحتي النهارده زي بكره زي بعده. دي من وجهة نظري بصراحة، ده اللي انا شفته. دي اسمها ام يوسف، فرشة ام يوسف، والساعات عندهم حلوة جدا زي ما انتم شايفين. صورت لكم ميك اب وصورت لكم لبس، صورت لكم حاجات كتيرة جدا هتشوفوها في الفيديو. حاجات بصراحة حلوة جدا. في النضارة دي كانت عاملة، يعني النقشة اللي فيها دي بارزة، مش شكل كده وخلاص يا بنات، لا ده شكل بارز وكان شكلها لطيف جدا. تعالوا بقى ندخل على فيديو تاني برضو هناك. دي مجموعة شنط عند عم رمضان، بصراحة شنطه فظيعة جدا جدا. عنده شنط سفر سيليكون حلوة جدا، شنط أطفال. أسعار الشنط عنده من 65 أو 75 لحد 250 جنيه. بس طبعا خلينا متفقين، شنط السفر اللي شفتوها الأول من 350 400 500. الشنط عنده الخامات عالية جدا جدا. تمام، في بعض الشنط طبعا خاماتها مش قوي، دي كانت ب180 جنيه. تحفة قمر، فظيعة فظيعة فظيعة، كانت شكلها عاجبني جدا جدا، كنت عايزة اجيبها بصراحة. بس بصراحة لما بنزل اصور ساعات ما بيبقاش في دماغي ان انا مش ناقصة وجع دماغي، انا عايزة اروح مش عايزة اشيل حاجة. الشنطة الصغيرة الفش اللي انا مسكتها دي كانت ب75، دي كنت سامعاه بيقول لي بنوتة ب250 او ب200. الشنطة الماتيريال بتاعتها حلوة جدا جدا، انا مشتريه شنطة من عنده قبل كده كانت حلوة جدا. طيب هندخل بقى دلوقتي على الميك اب. الناس دي بتقف يوم الحد بس، بتوع الميك اب دول يوم الحد فقط، وعندهم محلات في امبابة. لو انتوا قريبين من امبابة تقدروا تروحوا تشتروا منهم الميك اب اللي انتوا عايزينه، لكن هم بينزلوا سوق. الروج بقى عندهم اسعاره من 10 جنيه و15 و25. رقمهم برضو هتلاقوه في اول تعليق، عشان برضو تقدروا تتواصلوا معاهم لو عايزين تروحوا امبابة او تنزلوا الوكالة يوم الحد. في برضو عندها اي شادو صغنطوط خالص، هو لون واحد يعني كل قطعة بلون واحد. دي عاملة 5 جنيه، هتشوفوه دلوقتي اهو، كل قطعة عاملة 5 جنيه. في ده زي هايلايتر، الهايلايتر ده كان عامل 20 جنيه. في بقى ده كريم اساس برضو كان ب25. وفي ده بودر تثبيت، اسعاره من 25 ل75 جنيه. الاسعار دي برضو هتروحوا تلاقوها في محل اللي في امبابة. المسكرة بقى عندها عاملها من 25 جنيه بدل 45 جنيه. لما تروحوا بقى قولوا لهم ان انتوا تبع قناة بنات، لو ما ادوكمش بنفس الاسعار ماشي. الكريم الموز ده كان عامل 30 جنيه، عايز اقول لكم كنت بحبه قوي، كنت بجيبه من اماندا بس من فترة كبيرة جدا جدا، فكنت بحبه جدا بصراحة وكان حلو، وكنت بحطه كده بخلي شكل العين شكلها لطيف جدا. في بقى مجموعة الفرش دي كانت عاملة 30 جنيه، واي قلم كحل من اللي انتوا شايفينه ده ب5 جنيه. تمام، تعالوا بقى نروح لحد تاني اسمه نادر برضو جنبها على طول. بس ده بقى ايه زي ما انتوا شايفين، مثلا ده زيت جونسون بتاع الاطفال ماشي عامل 35. عنده الزيوت والكريمات والحاجات دي. في صن بلوك زي كده ماشي، ده كان عامل 40 جنيه. حاجات نضيفة صحيح، انا سألته قلت له هو ليه انتوا اسعاركم رخيصه كده. بصوا بقى ده بيفرد الشعر، ده كان عامل 80 جنيه. قلت له انتوا ليه اسعاركم رخيصه جدا، ناس كتيره جدا بتسالني. فقال لي علشان خاطر الحاجات دي بتبقى في الجمارك، وبتبقى مثلا العلبه زي ما انتوا شايفين. بصوا يا بنات ده سيرم للبشره ب65 جنيه. قال لي الحاجات دي
بتتفك منها الورق بتبقى متبهدله يعني. دي ب10 جنيه مناديل جونسون. هحكي لكم الحكايه. فطبعا العميل ما بيرضاش يشتريها. ده عايزه اقول لكم ده اللي بيشيل الضوافر الاسيتون كان ب10 جنيه. فطبعا بتتلموا كده فبياخدوها زي ما بتروح تشتري تلاجة لو فيها نقره بينزل من سعرها، يعني لو هي مخبوطه خبطه بينزل من سعرها. دي صبغه كانت عامله 60 جنيه. ففي حاجات فرز اول فرز تاني يعني، فاهمين؟ العلبه مهلوكه. ده بقى في الوكاله من ناحيه زكي السماك. شايفين زكي السماك هو على طول فارش، هو الوحيد اللي عنده الحاجات دي. عايزه اقول لكم عنده حاجات جميله خالص شكلها كيوت. سالته على الاسعار بصراحه كان قال لي مش هقدر اقول لك على الاسعار علشان اللي بياخد منا الحاجه كانت واقفه، اللي هو بيشتري منا الحاجه اصلا كانت واقفه. فقال لي اعذريني في الاسعار مش هقدر اقول لك الاسعار، بس هو قال لي اسعار كويسه جدا. وعايزه اقول لكم واقف قدام زكي السماك، هتلاقوا برده رقمه موجود في اول تعليق ان شاء الله باذن الله. اللي عاجبني عنده ايه؟ انتوا شايفين الالوان؟ الوان الحاجه الوانها جميله جدا جدا، اشكالها حلوه، والحاجات اللي هي منتشره في كل مكان. يعني الناس دي بتفتح في الوكاله ليه؟ علشان انت ممكن تبقي مثلا مروحه ايه ده انا محتاجه بتاعه الليمون مش عارفه ايه، فبتجيبيها. بصراحه ما شاء الله عنده زحمه جدا. وعايزه اقول لكم عنده مجات حلوه جدا بتاعه العصير اللي هي بالشاليمو ده. دي بقى تلج. سالته ايه ده؟ قال لي دي مي، يعني حاجات دي جواها ميه بتحطيها في الفريزر وبعدين تحطيها في كوبايه العصير ولا حاجه تتلجهولك تسيح بعدين تشيليها. حسيت ان هي مش صحيه شويه بصراحه، دي وجهه نظري. تمام، دلوقتي بقى هوديكم ستور اسمه براند موجود هناك في الوكاله من ناحيه الكورنيش. عايزه اقول لكم عنده فساتين سواري حلوه جدا وعنده عبايات حلوه جدا. الفساتين السواري دي سعرها عامل 350 جنيه. بصوا دي فساتين سواري تلبس حد 70 كيلو كده، بس شكلها لطيف يعني. خدوا بالكم القطعه بتبان في اللبس. وعلى فكره ده صورت لكم جوله كامله جدا يعني في المحل عنده، هنزلها لكم قريب ان شاء الله. ده شكل تاني من الفستان. وعايزه اقول لكم عارفين الست اللي نازله جديد الكارديجان من البنطلون اللي هو نفس اللون؟ والله العظيم ويمين اتحاسب عليه، الخامه عنده فظيعه جدا. في البدله اللي انا هوريها لكم خامتها فظيعه جدا. انا شفت منها بس الشعبي، لا 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 دي عنده في حته تانية خالص. قال لي ب 350، واللي هيجي يقول لي ان هو طبعا قناه بلد هياخدها ب 300 جنيه. فظيعه جدا. دي برضو بقيه الفساتين زي ما انتوا شايفينها كده حلوة جدا. بصوا ده شكل تاني برضو من الفستان. الفساتين طويلة بس لا ده سالوبيت، انا اسفة ده سالوبيت. هنيجي بقى لوصف العنوان. تمام اهو ده محل براند، ده في الوكالة من ناحية الكورنيش. ماشي هتدخلوا بقى شمال. هوريكم دلوقتي داخلة الشمال. انا جاية من هنا من ناحية الكورنيش زي ما انتوا شايفين. ماشي ودي داخله الشمال بقى اللي فيها كل الناس اللي انا صورت عندهم.